السلام عليكم، حنطيك 3 نصايح تفيدك بالامتحانات إذا أنت كنت طالب سادس. النصيحة الأولى الدعاء. أكو فترة من تدخل القاعة الامتحانية تقريبا من 5 إلى 10 دقائق يلا يعطوك أسئلة امتحانية فتقرأ بيها هذا الدعاء. وبعد تقرأ بعض الآيات من آية الكرسي، سورة الفلق، سورة الناس، وسورة الفاتحة. هاي تخفف عنك التوتر. أما بالنسبة للنصيحة الثانية لازم بالأخير تخصص لك من 5 إلى 10 دقائق تراجع بهم، لأن المراجعة كلش مهمة. لأن قد ما كنت واثق بروحك بتجاوب من راح تراجع راح تلقى نفسك خطأان، أخطاء يعني سهوا ما تدري بهم، وهاي الأخطاء السهوا ممكن يعني تنقصك هواي درجات. فانت لازم تراجع. انا من كنت يعني من كنت فتره الامتحانات العام كنت عندي يمكن ماده الكيمياء، كنت متاكد من عنده انه يعني مجاوب بها كلش يعني. فمن راجعتها اكتشفت عندي اخطاء هواي، لو ما مراجعها 90 انا ما اعبرها الله يشهد. وبالانجليزي كنت يعني راجع من كملت انا كنت متاكد من عندي يعني درجه كامله. راجعته ما عندي اخطاء بي، راجعته مراجعه ثانيه اكتشفت عندي اخطاء بي. فكل ما تزيد مراجعتك كل ما يعني تكون مطمن اكثر. فانت كل ما يكون عندك وقت اكثر يعني كل ما يزود عندك وقت راجع بي، ضل راجع مراجعه اولى وثانيه وثالثه لحد ما يخلص الوقت يلا تطلع. اذا انت كنت تريد معدل عالي ودا تمتحن ماده من المواد ولا سمح الله انه يعني قمت تخربط، يعني ما عرفت لا السؤال الاول او قمت تخربط بالسؤال الاول او بالسؤال الثاني او غير سؤال، شفت نفسك ما راح تجيب الدرجة الزينة، بدون تردد قول للمراقب اريد اجل، حجب لك ورقة تأجيل واطلع بدون لا تتردد، صدقني بدون لا تتردد وما راح تتندم صدقني. لان احكي لك انا عن التجربة العام بالرياضيات كنت متأكد بقية المواد بالتسعين، اجت مادة الامتحان دا امتحنا مع الرياضيات فخربطت بالرياضيات وما ادري شلون وما اجلت، يعني فيش خليتها وما اجلت، قلت شي اجل اخذت تجي. وما طلعت النتائج، طلع عندي انقل كل المواد بالتسعينات ما عدا الرياضيات 81، فسقط المعدل مالتي واضطريت اداوم محافظات بسبب الرياضيات. فاذا واجهتك هاي المشكله بدون تردد قول للمراقب اريد اجل وصدقني ما راح تتندم. وبس هاي 3 نصايح حبيت انطيها لكم. وانا كلش حاسس فيكم، يعني عمرت بهاي الفترة الصعبة، يا رب ان شاء الله فترة وتعدي وتصير سوالف وكل واحد يحقق الشيء اللي يريد يا رب. حيلكم اقروا زين وكل التوفيق لكم ومع السلامة.